السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتونا كتير. النهارده جايين معاكم نفرز الطماطم لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. بتركايه صغننه كده بسيطه، انا متعوده عليها وبتخليها حلوه ومسكره وجميله ولونها حلو جدا. دلوقتي احنا جبنا 4 كيلو طماطم، غسلناهم كويس وقطعناهم، وهنحط عليهم فلفلاية حمرة حلوة، غسلناها وقطعناها شرايح كده، وهنحطها على الطماطم وهنولع عليها، وهنسيبها كله تغلي كلها مع بعض من غير مية ومن غير حاجة، تغلي مع بعض لحد ما تنزل ميتها خالص. هتنزل ميتها وتغلي وتمام التمام وتستوي خالص يعني تنزل ميتها وتبقى صلصة كده خالص. هنطفي عليها وهنضربها في الكبة او بالهاند بلندر، وبعد كده هنصفيها ونحطها في برطمانات او اكياس ونحفظها في التلاجة. احنا هنسيبها دلوقتي هي تنزل ميتها وتستوي، وبعد كده ايه، هنضربها بالهاند بلندر او الكبة ونصلصها ونرجعها تاني على النار تبقى صلصة. تمام. وبكده استوت الطماطم اهي. مش عايزه اقول لحضراتكم الريحه والفلفل مخلي ريحتها جميله، وبعد كده لما بتيجي تحطيها للخضار والطبيخ بتبقى مسكره وجميله وحلوه جدا، وبيعزز اللون بتاعها وبيخلي لونها احمر وجميل. حتى لو فيها طماطميه صفرة ولا حاجه اللون بتاعها بيبقى احمر وجميل. كده هنسيبها تبرد، وبعد كده هنضربها بالهاند بلندر او الكبه ونرجعها تاني على النار لحد ما تصلص وتبرد ونعبيها. وبكده خلاص ضربناها كلها في الخلاط صفيناها خالص اهيت. هنولع عليها تاني البوتاجاز ونرجعها تاني لحد ما تتقل تاني. وبكده عملنا احلى صلصة طعمها في منتهى الجمال. يا دوبك تسحبي البرطمان على قد الاكلة او تعملي كيس على قد الاكلة وتحفظيها، بتبقى جميلة. يا دوبك تطلعيها تحمري البصلة وتحطيها وتحطي كيس الصلصة وتحطي الخضار في منتهى الجمال، والفلفل مخلي ريحتها جميلة جميلة جميلة، تحفة تحفة. وفي الطعم برضو بيخليها حلوة جدا. هنسيبها لما تتقل معانا، وبعد كده هنسيبها لما تتقل خالص وبعدين تبرد ونبتدي نعبيها في البرطمانات والاكياس. ودلوقتي خلصنا الصلصة، رفعناها على النار تاني وسبكناها لحد ما بقت بالقوام دوت. نبتدي نعبيها بقى ونعمل الكيس على قد الطبخة عشان ما تبقاش كتيرة، ونفرغ منها الهواء. نعمل الكيس على قد الطبخة ونفرغ من الكيس الهواء ونقفل عليه. الفلفل مخلي ريحتها جميلة وبعد ما اتسبكت مخلي ريحتها حلوة جدا. وبيديها طعم مسكر كده حلو قوي. ممكن تاخدي منها تعملي المكرونة على طول، تعملي منها محشي، تعملي منها خضار كده. فهي حلوة يعني، جاهزة وبتوفر عليكي وقت ومجهود
وحتى في الصيام بتوفر عليك وقت في المطبخ كتير وانت صايمه. وبكده خلصنا الفيديو. طلعوا معانا هما ما كانوش كتير. بكده خلصنا الفيديو. اتمنى تجربوها بطريقتي، وكنت معكم رحاب حسين.